وعشان الفايش الأصلي ما بيتعملش غير في الصعيد، فتحية طيبة لأهل الصعيد. وهنعمل الفايش بنفس طريقتهم بالظبط، بدون خميرة فورية ولا خميرة بيرة ولا بيكنج باودر. وعشان نعمل الفايش الصعيدي بنفس طريقة الصعيد بالظبط، فأول حاجة هنعملها هي الخميرة. والخميرة عندهم بتتخمر في 24 ساعة، فهنعملها هي الأول. هحتاج نص كيلو من اللبن، ومعلقتين سكر كبار، و3 معالق من السمسم، أو 3 معالق من الحمص اللي احنا بنشتريه من المقلة بتاعة اللب، أو 3 معالق من الفول المدشوش. وهنا كنت بغلي اللبن علشان احنا هنحط اللبن وهو سخن بيغلي في البرطمان الإزاز. وهنحط كمان السكر، وهنحط كمان السمسم، والسمسم لازم يكون متحمص وسخن. هبتدي أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب البرطمان بتاعي واحط فيه معلقتين كبار من السكر الحبيبات، وهنزل عليه كمان ب3 معالق من السمسم. والسمسم لازم يكون متحمص وسخن علشان التخمير يظبط معاكي وتختمر من أول مرة تعمليها، علشان أوقات كتير قوي بنعمل فيها الخميرة دي وبتفشل. فأنا بقولك طريقتي اللي أنا عملتها ونجحت معايا ما شاء الله من أول مرة. هبتدي بقى أقلب المكونات دي تقليبة بسيطة كده بالمعلقة، وبعد كده هغطيها وأسيبها تختمر في مكان دافي. طبعا هغطي البرطمان، هحط تحتيه قماشة، وكمان هحط فوقيه قماشة هدفيه يعني زي ما شايفين كده بالظبط، وهسيبه 24 ساعة. بعد 19 ساعة أو 20 ساعة هختبره، هشوفه اختمر ولا لسه. هو بصراحة أخد معايا تخمير 19 ساعة، بس ممكن ياخد معاكي تخمير 24 ساعة. وهنا بقى كنت بقول لكم ازاي تعرفي ان الخميرة اختمرت معاكي. الشرش بيكون في اول البرطمان، وبعد كده طبقة السمسم، وبعد كده طبقة الجبنة، وبكده تكوني الخميرة اختمرت وبقت تمام التمام. في الحالة دي هنزل عليها ب3 معالق من الدقيق، وأسمي الله وأقلبهم كويس جدا، وهسيبه يختمر كمان مرة لمدة ساعتين بالظبط، أو 3 ساعات لو في الشتاء. هغطيه بنفس التغطية الأولانية وأسيبه يختمر كمان مرة. ويلا نشوف الخميرة اختمرت ولا ايه بعد ساعتين كده. وهنعرف ازاي لما نيجي نفتح البرطمان ونلاقي ان العجينة ما شاء الله مالية البرطمان كده وكلها فقاقيع كده، تبقى الخميرة اختمرت وبقت تمام التمام. وبعد ما خمرت الخميرة يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. هنحتاج 3 كيلو من الدقيق، وهنحتاج كمان كيلو وزيادة من اللبن الدافي، واللبن لازم يكون كامل الدسم علشان يديكي نتيجة كويسة. هحتاج حوالي 4 معالق كبار من السمسم المحمص، و3 معالق كبار من السكر الحبيبات، ورشة ملح. وهحتاج كوباية من السمنة، ونص كوباية من الزيت. وهبتدي أسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهجيب إناء أعجن فيه. هبتدي أحط الخميرة اللي احنا خمرناها في أول الفيديو، وهحط عليها كمان الزيت والسمنة، وهنزل بالسمسم. وكل ما كان السمسم متحمص وكان كتير كان أحلى بصراحة. هنزل كمان ب3 معالق كبار من السكر، ورشة ملح ما تنسيش. وهنزل باللبن الدافي، هحط زي كيلو كده بالظبط. وهنا كنت نسيت أحط المعلقة. المفروض وانا بحضر المواد السايلة مع بعضيها كنت احط معلقة صغيرة من الكركم، بس نسيت. قلبت الحاجات كده وبقول ما بتصفرش ليه، كمان قلبت الدقيق وبقول ما بتصفرش ليه، هو انا اصلا ناسية ان انا احط الكركم. فجبت نص كوباية من اللبن ودوبت فيها معلقة صغيرة من الكركم، وبعد كده حطيتها على العجينة. هو عامة انا لسه بعجن يعني لسه ما خلصتش. وكويس اوي الحمد لله ان انا افتكرت ان انا ما حطيتش الكركم، علشان ايه احطه معاكم وتبقى العجينة باللون الاصفر الحلو الجميل ده. وكل ما كانت جودة الكركم كويسة، كل ما اداكي طبعا الفايش نتيجة كويسة في الطعم وفي اللون وفي الريحة.
وهنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبتدي بقى ايه نعجن العجينة كويس جدا، ولازم تديها حقها في العجن وزيادة لحد ما تديكي القوام الناعم الكريمي ده. وعايزة اقولك كمان القوام العجينة بيكون تقيل، بيكون ناشف، ما بتكونش طرية وما بتكونش مادة سايلة. بصوا انا بعجن ازاي، ما شاء الله يعني اديتها حقها وزيادة والله، علشان اخد في الاخر نتيجة كويسة. بصوا، استعيني بالله كده، وما تنسيش برضو تسبحي وانت بتعملي اكلك. بصوا بتفتحي العجينة كده، ما شاء الله، لازم تفتحي العجينة كويس جدا وانت بتعجنيها، علشان تشوفيها من جوه ومن بره ان هي بقت كريمي وناعمة ولا لسه شوية. انا شايفاها ما شاء الله اللهم بارك ان هي بقت ناعمة جدا وكريمي ما شاء الله، وفي نفس الوقت كمان القوام بتاعها متماسكة، مش طرية يعني. تمام. هبتدي بقى ايه اغطيها واسيبها تختمر لمدة ساعة، ساعة ونص كده. يعني لو في الصيف هتختمر ساعة، ولو في الشتاء طبعا سيبيها ساعة ونص او ساعتين. هبتدي بقى ايه اغطيها واسيبها تختمر، وبعد كده هنشوف التحضير بقى هنحضر ايه تاني. اللهم صل على النبي. هجيب بقى الصينية اللي عندي هدهنها دهنة زيت بسيطة خالص خالص خالص، وابتدي بقى ايه اخد ما شاء الله حتة كده من العجينة. بصوا بعد ما اختمرت الطبق دوت فيه شوية زيت كده علشان ادهن ايدي بس كده، وابتدي. بصوا الحلقات دي جميلة بصراحة. جبتها عملت بيها بلحة الشام الفيديو اللي فات، والنهاردة بأمر الله هنعمل منها كمان الفايش. بصوا رغم ان هي حاجات بسيطة خالص ورخيصة جدا، لكن ما شاء الله يعني معايا انا بتعمل حاجات حلوة كتيرة قوي. بصي والله استعيني بالله وما تقلقيش، الدنيا لسه بخير والله العظيم. رغم ان هي حاجات بسيطة زي ما قلتلك، ولا مكنة ولا حلقات غالية ولا اي حاجة، ما شاء الله. كل صباع بقى كده ايه تصبعيه لازم تبلي ايدك دهنة زيت بسيطة كده، علشان يبقى في حاجز بين الصباع ده والصباع التاني، علشان ما يتلزقوش في بعض قوي، علشان لما يجوا يستووا تيجي تشيليهم من جنب بعضيهم كده يتشالوا بكل سهولة وبساطة. وفي الصعيد بقى بيشكلوا بإيديهم بصراحة، لا بيشكلوا بمكنة ولا بحلقات ولا بأي حاجة خالص، بإيديهم كده. ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب. وبيبتدوا بقى ايه ياخدوا حتة عجينة كده، وببطن ايديهم يبططوها كده ويحطوها جنب بعضيها، بس هما بيدهنوا ايديهم بدهنة بسيطة من الزيت، ويعملوا الصوابع كده جنب بعضيها بإيدهم، لا بحلقة ولا بمكنة ولا أي حاجة خالص، ما شاء الله عليهم يعني. عايزاكوا تجربوا الفايش بالطريقة دي، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى إن أنا قلتلكم الوصفة باستفاضة وبما يرضي الله وبكل أسرار نجاحها. وخلصت العجينة كلها ما شاء الله وصبعتها كده زي ما شايفين. هسيبها بقى تختمر لمدة ساعة، وكل ما اديتي العجينة فترة طويلة في التخمير كل ما ادتك نتيجة أحلى وأحلى كمان، بالذات في عمل الفايش الصعيدي. وهجيب أول صاج أنا صبعته وهبتدي أدخله الفرن. طبعا هكون مولعة الفرن قبليها ب5 دقايق، وهحطه في الفرن لمدة ربع ساعة لو درجة الحرارة عالية، ولو درجة الحرارة بتاعة الفرن هادية جدا هسيبه تلت ساعة، لكن مش أكتر من كده. وأول ما أخرج صاج هحط الصاج اللي بعديه مباشرة على طول. الصاج اللي انا صبعته الاول هحطه، الصاج اللي انا صبعته بعدين هحطه بعدين، واخر صاج انا صبعته هحطه هو اخر صاج. هجيب بقى اول صاج انا خرجته من الفرن وابتدي اقلبه كده زي ما شايفين. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الظهر بتاعه خطير والوش بتاعه جميل بصراحة. هو على فكرة لسه سخن مولع. هبتدي بقى ايه اجيب السكينة وابتدي اخلص كده ايه كل صباع والتاني، هفردهم على الصينية من فوق كده، وابتدي ادخلهم الفرن. وخديها نصيحة من اختك بقى، حمصي في اخر رف، في الرف اللي فوق خالص، علشان يطلع مقرمش وكمان يطلع متحمر كويس جدا.
عايزة اقول لكم ان الفايش دوت قيمة غذائية عالية جدا جدا جدا. شفتوا احنا مخمرينه ازاي ما شاء الله، وكمان الحاجات اللي احنا حاطيناها فيه. عايزة اقول لكم ان هو بيتباع في الافران برا غالي جدا، وما بيبقاش معمول بالطريقة دي خالص. والله انا جبته وما لقيتهوش بالطعم اللي انا بعمله في البيت خالص، ولا الريحة ولا اي حاجة. هو شكل بس، لكن في البيت حاجة تانية خالص، وبإيدك بقى انت اللي عاملاه، فبتبقى ليها فرحة بصراحة. وعملت لهم شاي بلبن بقى مع جبنة، فطار تفطري بيه عشا خفيف جميل بصراحة تحفة، وبيبقى خير موجود في البيت بقى. ما تنسوش تحطولي لايك وتشتركوا في القناة، قناة جديدة وإن شاء الله هتكبر بيكم وليكم. بصوا بقى مفرغ من جوه ازاي، شايفين الفراغات بتاعته؟ خطير جميل، ولا شكله ولا طعمه، لا ده يتقال في شعر بجد. تحية طيبة لأهل الصعيد، علمونا الحاجات الحلوة دي. ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب كلهم، كل أهلنا الصعايدة الجمال. شايفين الجمال خطير. مع السلامة.